غالبية العيالات عندهم هاد الفكرة، إلا صمت الجنين ديالي ما غاديش يبقاش يكبر. المرأة المرضعة كاين عندها التخوف جوج ديال الحويجات، كتخاف الحليب ينقص لها ولا يمشي، وكتخاف ان الحليب ديالها ما يبقاش قاد البيبي ديالها وهي كترضع. قال لك لا الصيام اثناء الحباله كينقص من ذكاء الجنين. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من حلقات رمضان الكريم من مها بودكاست. اليوم غادي نتكلموا على السيدات الحوامل والمرضعات واللي كيكونوا في حيره من امرهم في شهر رمضان المبارك. من اكثر الاسئله اللي كيطرحوها هما: واش نقدر نصوم؟ واش الا صمت الصيام غادي ياثر على نمو الجنين ديالي؟ وبالنسبه للسيده المرضعه دائما كتسول على جوده الحليب واش غادي تاثر بالصيام. اليوم غادي نحاولوا نجاوبوا على جميع المخاوف ديالكم رفقه الدكتور أميرة بن دحمان، اخصائيه في امراض النساء والتوليد. دكتور بن دحمان، السلام عليكم. السلام عليكم، رمضان مبارك لينا كريم. عليك، تمنيتي ان شاء الله والعافية صحه والسلامه يا ربي، وكل ما كتمناي. إن شاء الله رمضان يا عنده ربي. خصوصيات ديالو. انا بداك نرتاح في هذا روحانيات. الشهر أنا ياك. والله العظيم أنا كنرتاح من جميع النواحي. الحمد لله، وحدك تقرب جسديه من الله، ونفسيه. جسديا نفسيا. نعم والله لا بصح أكيد. شهر عظيم. بما أننا تتكلموا على هذا الشهر الفضيل، فدائما كتكثر التساؤل، وهنا غادي نطرقوا اكيد نعم. ما ننساوش الفئه ديال السيدات الحوامل الحوامل. والمرضعات. وغادي نبداو بالسؤال التقليدي اللي كتسولك جميع السيدات عندك في العياده: واش نقدر انا حامله واش نقدر نصوم دكتور؟ خير. دونك بحال اللي قلتيها مها، ملي تيقرب رمضان دونك السيدات الحوامل كيمشيو بيان سور بوغ اون فيزيت عند الطبيب ولا الطبيبه ديالهم للاستشاره. نعم، واش نقدر نصوم واش يمكنليش نصوم. اول حاجه حمل زائد مرض يساوي افطار. يعني واحد السيده حامله عندها ارتفاع الضغط الدموي ما غاديش تصوم لان عندها دواء خصها تاخذه في الاوقات ديالو، دونك ما غاديش تصوم. سيده عندها فقر الدم حاد ما غاديش تقدر تصوم لان اصلا هي عيانه مع فقر الدم وكتجيها الدوخه وقلبها كيضرب وراسها كيضرب، فما بالك انها غادا تصوم. سيده عندها مرض السكري والحمل حتى هي ما غاديش تصوم. دونك السكري ولا السكري الحمل؟ بجوج، يا الحمل زائد ودارت مرض السكري مع الحمل، ولا كان فيها مرض السكري وحملات به. دونك دائما مرض او لا حاله مستعصيه الحمل يساوي افطار. واحد السيده اللي عندها تقلصات في الرحم، نمو الجنين ديالها ماشي مزيان، ان روتار دو كرواسونس، يعني درنا تلفازه لقينا داك البيبي النمو ديالو ماشي مزيان، بيان سور ماشي البيبي النمو ما عندوش مزيان وغتزيد الام انها غادي تصوم. دونك خاصنا نتفهموا بعض المسائل بحال هكا. دونك اي حمل فيه مشكل السيده ما خصهاش تصوم. واخا الا قدرنا مثلا نزيدوا مشكل مثلا السيده اللي سبق لها دارت تسمم الحمل او لا اون بري اكلامبسي، اظن حتى هما من المشاكل لانها مرتبطه بارتفاع الضغط الدموي، فتا هي من السيده يمكن لا تسمم يعني الحمل. تقدر تكون درت تسمم الحمل في الاول وهاد الحماله دايزه مزيان، يعني ما عندهاش مشكل. دونك مادام ما عندهاش مشكل بون، يعني انها في الماضي ديالها عندها سميتو تسمم الحمل، واني هاد الحمل الحالي دايز مزيان، دونك الا كانت يمكن لها تصوم يمكن لها تصوم. وعاده انا كنقول للعيالات اللي قدرات تصوم راه كتصوم، اللي ما قدرش ربي كيشوف. يعني الله سبحانه وتعالى ما غيبغيش يشوف المراه أكيد. انها تصوم وفي الاخر اليوم تطيح تسخف ولا تشدها شي اعراض خايبه ولا كيكون ضرر للجنين ديالها ولا شي حاجه. دونك راه ربي كيشوف. دونك كنقول لهم بداو ولا صوموا نهاريه نهار لا، وبداو الا قديتو تبارك الله، ما قديتوش. اما ملي كيكون مرض زائد حمل هذاك بتاتا ما كاينش صيام. نعم، ما كاينش صيام. نقدروا نزيدوا عليهم مثلا مشاكل ديال الكلي، مشاكل نعم، ديال هذاك الجفاف، دائما ما انا بحال قولي لكم دابا مثلا سيده تشاوروش فيهم حامله، هادو. نعم. سيده حامله عندها نقص في السائل الامنيوسي، بحال دابا عندها انوليغو امنيوس ولا ان روتار دو كروسونس بحال اللي قلت لك النمو الجنين ديالها ما غاديش مزيان، هذيك بيان سور ما خصهاش تصوم لان خصها التغذيه تغدى مزيان، خصها الراحه، خصها بزاف الاشياء للنمو الجنين ديالها. نعم. دونك هاد السيدات هادو بالضبط يعني منعا
ممنوعين من الصيام منعا قطعيا. قطعيا. نرجعوا الان التي السيدات الحوامل، لان دائما تقول دكتور بنت حمال ان الحمل ليس مرض، هو ليس حاله مرض، فيزيولوجيه طبيعيه دونك للمراه. السيده الحامل بصحه جيده فما كاينش يعني مشكل يعني الا صامت يعني ما يكونش تاثير لا عليها ولا على الجنين ديالها. وهنا فين كنفرقوا الحمله دكتور بنت حمال الى ثلاثه ديال المراحل. المراحل، الثلث الاول والثاني والثالث. الوغ في الثلث الاول كنعرفوا ان المراه كتكون كتقيه الدوخه، كتنعس بزاف، ما كتقدرش تاكل هذا. دونك صعيب في هذا الثلث الاول ان المراه تصوم صراحه سي با اوتوماتيك سبحان الله هي سي با دكتور. اوتوماتيك، مي غالبيه النساء انا بعدك غالي قليل اللي كتجي عندي وما عندهاش هاد الاعراض في الثلث الاولي للحمل. والله العظيم. وشوف انا نقول واحد القضيه، انا بعدا ولدي وبنتي الاولانيين حملت بهم يعني في الوحم ديالي، حملت بهم يعني كان عندي شهر شهرين حتى 3 شهور. وزعما الحمد لله دازت الامور طبيعي بدون حتى شي مشكل. والله العظيم زعماك صغيره في الويتيام جا رمضان، غير دخل رمضان ولدتها في الثامن يعني. وكنت كنت فريمون كنت في الويتيام وكانت الكرش كبيره وكتزداد حاجيات الجنين الاكل وهذا. ولكن كيف ما قلتي يا دكتور كنت تحس براسك انك راك مزيان ما عندك حتى شي مشكل، راه كتصوم. نعم. دونك بحال قلت كما في هذاك 3 اشهر الاولى غالبيه النساء اعراض الوحم، الغثيان، الدوخه، ما كتنعش مزيان، ما كتاكلش، كتسخف هذا. دونك انا بالتالي راه واخا انت تقولها تصومي راه هي ما غاتقدر. واحسن مرحله بحال اللي كنقول السيدات هي الثلث الثاني، يعني 4 شهور 5 شهور ما متقلاش. هادوك 3 اشهر هما احسن مرحله الحمل. كتكون فيها الكريشه ما كبيراش بزاف، الجنين يلاه كيبدا كيتحرك شويه، كتسترجع المراه عاوتاني شويه داك الصحه ديالها ديال 3 شهور الاولى اللي كانت فيها عيانه وهذا. من بعد كيجيو عاوتاني 3 الاشهر الاخيره، يعني 7 8 9. هنا عاوتاني كاين بعض السيدات اللي كيعاود يرجع لهم الوحم. هذاك الشيء اللي دوزو في الاول كيعاودوا عاوتاني يدوزو في الثلث الاخير ديال الحمل. عاوتاني كيبدا الغثيان، كتبدا السخفه، كيبداو بزاف ديال الامور اللي ماشي عاديه. الكرش كتبدا كتكبر، المراه كتحس بها تقالت، كاين اللي كيظهر عليها تحت تسمم الحمل، كيتنفخوا لها رجليها. المهم كاين بزاف الاعراض اللي يقدروا يبانوا في داك 3 الاشهر الاخيره. دونك هذوك 3 الاشهر الاخيره غالبيه النساء ما كيقدروش يصوموا فيهم، يعني كتبقى المرحله اللي مزيانه للصيام شهر رمضان هي 4 شهور 5 شهور 6 شهور. نعم يعني مخفى اعراض الوحم ما بقاش شويه الصحه ديالها، الماكله كتحسن، كتولي كتقدر تاكل، كتولي كدير بزاف ديال المسائل. نعم مفهوم دكتور. نمشيو الان نطلعوا شويه على المراه المرضعه. ايضا كنعرفوا بان المراه المرضعه كاين عندها التخوف جوج ديال الحويجات، كتخاف الحليب ينقص لها ولا يمشي، وكتخاف ان الحليب ديالها ما يبقاش قد البيبي ديالها وهي كترضع. خصوصا كنعرفوا دكتور ان لي بيبي اللي قل من 6 شهور فهما معتمدين اعتماد كلي ومطلق على الرضاعه الطبيعيه. هذه اللي بيتق السيده اللي تترضع. نعم. الوغ كما قسمنا الحمل ل3 مراحل، الرضاعه هي فيها مرحلتين. نعم. عندك ملي كيكون الرضيع صغير قبل 6 شهور، هنا عاده كاين بعض النساء اللي كيديروا الثدي اكسكلوزيف، يعني كيرضعوا غير بالرضاعه الطبيعيه مطلقه، الرضاعه الطبيعيه وهذه احسن حاجه. كاين العيالات اللي كيديروا عامين حولين، كاين اللي تبارك الله بحال داكشي ديال زمان. كاين اللي كيديروها. الوغ هنايا اللي كتدير رضاعه طبيعيه مطلقه فريمون صعيب على انها تصوم. اولا لان الرضيع كيكون محتاج يرضع بزاف خطرات في النهار. دونك داك الرضاعه كتحتاج منك واحد الطاقه، كيولي كيجيك الجوع، كتجيك السخفه، كتجيك الدوخه. دونك ملي كيكون الجنين الرضيع كيرضع بزاف خطرات في النهار، صعيب هنا على المراه انها تصوم. ولكن واحد القضيه اللي ما كيعرفوش السيدات ان الصيام ديال 12 ساعه اللي كيكون قصير راه ماشي صيام طويل. 12 ساعه ما كيأثر لا على جوده الحليب لا على الكميه الحليب، فهمتيني؟ خصوصا الى مشينا شفنا المرحله الثانيه،
يعني ملي كيدير البيبي 6 شهور كيولي كياكل شويه كيولي تماك الحليب الام راه ما كترضعش اكسكلوزيفمون بلو سان، يعني البيبي راه كياكل ومره كتعطيه شويه ديال الرضاعه الطبيعيه. دونك هنا في المرحله الثانيه يعني ما كنعرفش انا السيدات انهم تيرضعوا والرضيع عنده اكثر من 6 شهور وكيفطروا في رمضان عاده تيصوموا. اما المرحله الاولى كتبقى صعيبه شويه، كتبقى صعيبه. واكيد دكتور نيت هذه فرصه باش نذكروا انه من بعد 6 شهور ما خاصش الحليب ياخذ البلاصه ديال الماكله، فالاكل تيكون مهم والحليب ما تيبقاش يعني عنده نفس الاهميه بحال 6 شهور الاولى. لان بزاف ديال السيدات يقول لك لا انا راه ولدي مولف ليا الثدي وكتشوف هذا نهار عاطيه نو عاوتاني غادي يضيع الوقت ديال لا خاصو الاكل. خاص الرضيع. بون انا ماشي واخا الاختصاص ديالي مي كنعرف انه خاصو ياكل حتى هو غذاء متوازن، اون اليمونطاسيون ديفيرسيفي، وكيبقى الحليب هكا في العشيه لا جات كاع 3 4 الخطرات في النهار. يعني ما خصهاش يكون بحال اللي قلتي غذاء اساسي. عاود داك الغذاء ديالو اللي خصو يكون. نعم مفهوم. نرجعوا عند السيده الحامل. هنا شنو هما نقدروا نقولوا ابرز العلامات اللي خاص السيده تفطر فيهم؟ يعني واخا تكون كتصوم مثلا ما عندها حتى شي مشكل، ولكن بانت عليها شي اعراض اللي خصها تفطر يعني تحبس الصيام ديالها في رمضان. الأعراض راه باينة، كتحس براسها أنها عيات، فيها الدوخة، ما كتقدرش تنوض، فمها كينشف ليها لأن ما كاينش السوائل. دونك هنا واحد الحالات اللي خصها دير الانتباه ديالها وتوقف الصوم ديالها وتمشي تفطر. زائد واحد الحاجة أنه المرأة الحامل ولا أي مرأة واخا ما تكونش حامل، حنا بارلون جينيرال مي او بارتيكولي المرأة الحاملة الإفطار ديالها كيفاش خاصو يكون؟ خاصها تفرق الصوم واحد التميرة وشي حاجة وشوية د الماء، من بعدها تاخذ واحد الشوربة فيها الخضروات، ومن بعد تاخذ لو بلا ديالها اللي غيكون فيه لي بروتيين وحصة البروتيين مزيان واحد 20 à 30 غرام يعني مزيانة، وتاخذ الخضر. وزائد انها تشرب السوائل بزاف ما بين العشاء والسحور، على الاقل 3 لتر ديال الماء. يعني غادي نقسمها، ما غنشدش 3 لتر ونشربها دقه واحده لان امبوسيبل هذاك ما غاديش تقدر، المعده غادي تفرقع. دونك كنبقاو نشربوا بشويه 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 بشويه. كيجي السحور عاوتاني خاصو يكون مزيان، يكون يعني ما ناكلوش داكشي التخربيق، داكشي الحلاوه صحي داك ترانسفورمي داكشي مالح بزاف، داكشي ما كيف. يعني شحال ما مشينا للطبيعي شحال ما مزيان. عاوتاني في السحور ديالها تقدر دير وجبه فطور، دير شويه الخبيز البان كومبلي، جبنه بروتين بيضه بحال هكا. يعني خاصها غداء صحي ومتوازن، يعني ما نجيوش ناكلو نيمبورط كوا، لان ما يمكنش ان المراه عندها واحد الحاجيات والجنين ديالها عنده واحد الحاجيات خاصه وتبقى تخربق في الماكله وتبغي تصوم، ما يمكن ليهاش. وبالتالي الا تبعت هذا النظام الغذائي غتحافظ على صحتها وصحه الجنين ديالها. رغم ان بحال اللي قلت لك، بحال اللي قلنا على الرضاعه ان جوده الحليب والكيمه ما كيهبطوش، حتى الصيام راه ما كيأثرش على وزن الجنين. خصنا نعرفوها، لان الصيام واحد المده قليله اللي هو 12 ساعه، سي غيان دو تو. والله العظيم لا صمت في الصيف انا ولادي توحدوا في الصيف وصمت في الصيف والحمد لله تزادوا فوق 3 كيلو يعني الحمد لله. نقدروا نصوموا. راه لا تيقول لك لا صمت. راه غالبيه العيالات عندهم هذه الفكره، الا صمت الجنين ديالي ما غاديش يبقاش يكبر. كنقول لهم شنو انا مجربه وانت طبيبه زعما كنقول لهم زعما لا علاقه. الا صمتي وكليتي غذاء متوازن راه الجنين ما غيطرى ليه والو. حنا ما كنهضروش على داك الجنين اللي عنده ضعف النمو من الاول. هذيك السيده ما خصهاش تصوم من الاول. ماشي السيد البيبي عنده ضعف في النمو وحنا نزيدوا بالصيام ما تاكلش مده 12 ساعه، كيفاش غينمو هذا الطفل وكيفاش الطاقه غتوصل لهذا الطفل هذا الجنين. دابا حلتيني انني نتكلم على اهميه تتبع الحمل وخصوصا في شهر رمضان. بالنسبه للسيدات يقدر ان رمضان يكون واحد الشهر اللي تقول لك لا ورانا عيان ولا انا خدامه ونزيد حتى بلا كونسلطاسيون. كنظن ان رمضان حتى هو من الاشهر اللي السيده الحامل خصها تجي تراقب صحتها وصحه الجنين ديالها. شوف يعني شهر رمضان ما كيمنعناش اننا نمشيو للطبيب، اننا نخدموا اننا نخدموا اننا واحد الشهر بحال الشهور الاخرى غير هو كنصوموا كنتقربوا من الله شويه. مي المراه الحامل الا كان عندها الموعد ديالها
علاش ما غتمشيش تشوف الطبيب ديالها حيت هي أكيد. حامل؟ علاش مال زيارة الطبيب تفطر؟ إمم. لا تفطر زيارة الطبيب. إمم. كنزوروا الطبيب للحاجة، إمم. ماشي أننا رغبنا وبغينا نمشيو عند الطبيب، لا عطانا رونديفو ديالنا باش نتبعوا الحمل ديالنا، غنمشيو في الموعد ديالنا وغادي نتبعوا الحمل. نعم. وشحال من سيدة نعم. كتنهيها على الصيام وكتصوم وكدير مضاعفات. يعني أنا اللي كنبغي نقول لهم يتبعوا استشارة ديال الطبيب ديالهم. قال لك الطبيب بتاتا ما تصومش، ما تصومش. تصوم. قال لك يمكن لك تصومي قدر الاستطاعة، داكشي اللي بغينا انها تجرب تصوم، ما قدرتش راه غتفدي. غتفدي غادي تفدي او ملي ودين الله غيخرج يسمح رمضان الحمد لله عندها بهذا عام المسائل. نعم. كله باش تعاود ترجع داكشي اللي عندها. اكيد يعني كيبقى الاهم هو الصحه ديال الام الحامل والصحه ديال الجنين. واخا كاين يعني بعض ايضا الاشاعات اللي تنسمعوا واللي فريمون واحد الاشاعه اللي انا استوقفتني وخلتني نفكر وتنقول زعما واو فين وصلنا. لو قال لك لا الصيام اثناء الحباله كينقص من ذكاء الجنين. هذه فكرة مزيانة بأي طريقة ما عرفش. بعدك الصيام كما كانش صحي ما يكونش مفروض ربي يعطينا علينا مفروض وما علينا. يذكرش في القرآن. راه كاين الناس اللي كيمشيو لدي سونتر كيصوموا بالسيمانة بالعشر ايام. جون انترميتون. لا خلينا من لو جون يعني كيشربوا غير السوائل سوائل لمدة 8 ايام او 10 ايام كان ديتوكس باش كيرجعوا، باش الخلايا ديالنا كترتاح، باش الكبده ديالنا ترتاح، بحال شي موتور ونقيتيه، بحال شي موتور ونقيتيه كتنقي الذات ديالك باش تعرفي اهميه الصيام، كيفاش ان الصيام غينقص من الذكاء الجنين. ما ماشي مفهوم. ودابا سبحان الله شوف حنايا فرض علينا الصيام شوفي شحال من سنه يعني وديننا الحمد لله متبعين الدين ديالنا والله سبحانه وتعالى ما فرضش على الصيام غير هكاك ولكن من اجل تنقيه الجسم من السموم التقرب من الله. هو شهر عبادات وشهر روحانيات كنرتاحوا جسديا ونفسيا. ولا دابا هاد السنوات الاخيره كنسمعوا صيام متقطع صيام متقطع وتا كلشي كيمشي لا نصوم هذا 13 16 ساعه 8 السوايع. المهم انا سمعت بزاف 8 السوايع 13 ساعه 16 ساعه. ولكن كاينه واحد المساله هو السنه النبويه. النبي عليه الصلاه والسلام كان كيصوم الاثنين والخميس والايام البيض وكاينه حتى الايام البيض وما حنا على نبقاو حسب 8 13 لا وكيكون باعتراس الصيام غير صحي. لان علاش كتلقاه كيصوم الصيام متقطع ياك ومني كيجي ياكل ما كيولي لا متقطع لا والو. كياخذ الحلوى وياخذ داكشي اللي ما خصوش يتكال وياخذ الاشياء المصنعه يعني يجوع راسو غير هكاك يجوع راسو هكاك. لا كنعرف الصيام متقطع خص موراه يكون غداء متوازن وصحي. الله يعطيك الصحه الله يعطيك الصحه. ايضا من الاشاعات الاخرى هي ديال ما عرفتش الصحه ديالها صراحه هما ان السيدات المرضعات كيحرصوا انهم يشربوا بزاف ديال الحليب في الوجبه ديال السحور. تيقول لك لا باش يزيد في الكميه ديال الحليب. هي كنظن الترطيبوي يعني ليدغاتاسيون مي باش نشرب الحليب باش يجي الحليب. واش انا كتظني ان الحليب ملي غنشربوه غيمشي للثديين ديريكتومون؟ هذه كتبقى سوائل كجميع السوائل كما شربتي عصير كواكو حتى لو جو دو فروي اني با كونسيي الماء اتاي عطانا ما تشرب. اما ما يمكنش الحليب اننا غنشربوه غير وصل للثدي ديريكتومون. هذا خطا. كنشرب الحليب بزاف باش يزيدني الحليب. لا الحليب كيتزاد بالسوائل اون جينيرال. يعني كتاخدي الماء تاخدي الويزا تاخدي لي فيرفين فهمتيني. اما الحليب لي تيزان يعني هكا يعني واحسن حاجه هو الرضيع ملي تيرضع بزاف خطرات في النهار سا ستيمول لا موتيليتوز لا لاكتاسيون والحليب كيولي يخرج في الثدي. نعم يعني كتبقى التغذيه هي اساسيه في شهر رمضان للحامل وحتى للمرضع اللي كتصوم. يعني بجوم الا جينا دابا نعطي واحد النظام غذائي اللي خصها تتبعوا السيده في الفطور ديالها والسحور اللي هو مهم جدا دكتور. وكنسمع انا بزاف ديال الناس وفرحانين لا انا من الفطور حتى الفطور وي مي سي با اون بون شوز. لا انا بغيت نقص الوزن انا من فطوري حتى الفطوري عاد كنعاود راه كنعرفوا ان تنقولوا في السحور بركه. في السحور بركه ياك. انا دكتور بنت حماد تنتكلموا دائما على وجبه السحور واللي هي وجبه مهمه جدا وتتبقى يعني
اذكى حاجه نقدروا نتعاملوا معها مع سحورنا هو ناخروه اكزاكتومون ياك. وبيان سور فين غنأخرو غادي يكون كيشتمل يعني يكون بحال الوجبه ديال الفطور ديال الايام اكزاكتومون العاديه غنيه بالبروتينات الحاجات النشويات. المعقده فوالا. اكزاكتومون لي سكرلون بحال خبيز الزرع بحال الشوفان شويه د لي فروي ما كاين باس نديرو شويه د لي فروي لي بروتيين. البيض احسن حاجه يقدر هما يديها بروتينات البروتينات يعني اما البيض اما الحليب بحال Exactement. هما بروتينات. شويه نعم ديال خبيز الجبن كومبلي او الجبن نعم. الجبن تا هو الفرomاج مهم. صافي. ولا كان عندها شي دواء كتشربو فيتامينات مم. ولا هذا دونك بالنسبه للسيدات هادشي. على ذكر الفيتامين اللي كتستخدم السيده دابا كنا كنتكلموا على دي فيتامين كيتخادوا في الاشهر الاولى دابا ولينا كنعرفوا كاينين دي فيتامين اللي كتشرب بهم المراه حتى كتولد بحال دابا لاسيد فوليك وي مثلا لاسيد فوليك نقدروا نتكلموا ان دابا السيده حتى كتولد ما بقاش كيقدر كيتعطى يعني غير هو ضروري لو فيغ 3 شهور نعم قبل ما تحمل المراه مهم. يعني بريباري اون غروسيس و 3 شهور الاولى لان كيكون فيها تكوين جنين وكيكون فيها هذا. مي دابا كيقول لك الدراسات تكمل به المراه حتى وكان مهم. وكل مراه وكيفاش كاين اللي كتوقفوا هذا كاين اللي كتبقى غادا بيت الاخر الحمل دونك نعم من غير لاسيد فوليك دابا شنو هما انواع الفيتامين الاخرى مثلا اللي تقدر تاخذهم تعاون بهم خصوصا انها صايمه كاين دكتور المغنيسيوم نعم. مهم مغنيسيوم باسكو اش من كنعرفوا اش ان من تيب دو مغنيسيوم دابا كيقول لك لو بيسكليسينات. بيسكليسينات دو مغنيسيوم لان كنعرفوا كيولوا عندها لي كرامب بزاف التشنجات لو العضليه ستريس لو ستريس نعم كالسيوم فيتامين دي هادو هما الاساسيات اللي خص مهم. المراه تاخذها. وشنو هي وبيان احسن سور تحليل وقيته او بيان سور هذا فقر الدم اكيد لو فيغ الو فقر الدم. احسن وقت اللي تقدر هذا السوبليمونطاسيون تاخذها المراه وهي حامل يعني اما احسن يعني مورا الفطور ولا ورا السحور الوغ سي تري سامبل هذاك الشيء اللي كانت تاخذو بالليل كتولي كتاخذو في الفطور وداك الشيء اللي كتاخذو في الصباح كتاخذو في السحور نعم. صافي هادو دونك هما مفهومين. الاختلافات اللي كاينين. واكيد الا كان مثلا السيده هكا مثلا صايمه حست بواحد مثلا بطء في حركه الجنين او هذا بيان سور فأنظن ما غادي كنتسناوش توقف الصيام ياك. وغتمشي نعم. تشوف الطبيب ديالها لان بطء حركه الجنين واحد الجنين اللي كان كيتحرك واحد الساعه ما بقاش كيتحرك ولا ما تحركش كاع النهار كله هنا تحقق الصيام وتمشي باستعجال عند الطبيب ديالها. شوف بقى لي غير نشكرك على التوضيحات القيمه العفو دكتور امينه بن حماد. رمضان كريم شكرا جزيلا كذلك. لك. اذا مشاهدينا كانت حلقه اليوم حول صيام المرضعه والحامل في شهر رمضان المبارك. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه. نتلاقاو الاسبوع المقبل في نفس التوقيت. الى اللقاء. مها